عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل 3 كيلو بسكوت في فرن الخبيز بمكونات سهلة جدا وبسيطة بطريقة كده زي بتاعة جدي وجدتك. هنحط أول حاجة، أنا هعمل مقادير 3 كيلو. عندي 3 كيلو دقيق، عندي على كل كيلو دقيق هحط كيسين فانيليا. دي عندي كده 6 فانيليا، وكمان على كل كيلو دقيق كيس بيكنج باودر، عندي 3 بيكنج باودر. وكل كيلو عشان يبقى أحمر وجميل هحط كيس لبن بودرة. تمام، على كل كيس على نص كوبايه لبن، وكل كيلو هياخد مني بيضتين. نبدا كده على خفه الله، وكمان عشان اللون هحط اللي هو الايه الكاستر. طبعا كل كيلو هياخد كوبايتين سكر بودره، كل كيلو ياخد كوبايتين سكر بودره. تمام. كمان هناخد طبعا مش هنعملها كله بالزيت، ده هنعمل زي بتاع زمان بسكوت اللي بنعمله فرن الخبيز بالسمنه والزيت. هتجيبي بوله واسعه، وبعدين تبداي تحطي البيض. هتحطي البيض، وبعدين تحطي السكر. اول حاجه نكسر كده بيضتين بالراحه كده عشان القشر ما يخشش. ادي بضايه، ادي التانية. طبعا البيض احسن لك يبقى في التلاجة، ما يكونش في درجة حرارة الغرفة. احنا في حر يا جماعة، وعايزين البوتاجاز البسكوت يبقى متماسك، ما ينطرش منك سمنة او زيت. فانت هتسيبي التلاجة على طول، يبقى جامد وكويس. هيعمل معاكي هيعمل لك البسكوت ليه قوام، ويبقى سهل عندك تعمليه، اذا كان بكيس الحلواني او بالمكنة او باللي هي القطعة او الفورمة دي اللي بنجيبها دي 2 جنيه دي. فدي تبقى سهله جدا بالنسبه لك. البيض يكون في التلاجة. حطينا كده 5 بيضات، 5 بيضة على كل كيلو بسكوت. 2 بيضة على كل كيلو بسكوت. كيلو دقيق 2 بيضة، هيبقى تحفة جدا. كمان احنا هنحط الكاستر، بيبقى لونه جميل جدا. بدل ما تحطي، لو ما عندكيش كاستر حطي لون اصفر من العطار، هيبقى تحفة جدا. اول حاجة هنضرب البيض، نحط بس الفيشة. جميلة جدا يا جماعة الوصفة ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الفانيليا، ست اكياس فانيليا. انا ضربتهم نص ضربه بس، عشان الفانيليا ما نحطهاش على الوش، مش هتتوزن. حطي ادي 1 2 3. اعملي حاجتك بسرعه كده ان شاء الله وسمي. والشهد كده وانت بتعملي شهد على اي عجين، اي مخبوزات الشهد عليه يبقى تحفه جدا. ادي كده كام؟ 6 فانيليا. دي بقى عشان الريحه يا جماعه بيبقى تحفه جدا. تاني حاجه نكمل ضرب البيض. المستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اضربيه بقى عشان يعمل معاكي بويض. 3 كيلو بسكوت هتحطي على كل كيلو كوبايتين سكر بودره. لو عندك اطفال بيحبوا المسكر، لو انت بتحبيه يعني الحاجه مظبوطه جدا، حطي كوبايه ونص، بس انا هحط كوبايتين سكر بودره. ادي كوبايتين كده كيلو، حطي 6 كوبايات كده. باللي وقع يبقى كوبايه كمان، يبقى كده 3. حاول بس كده كملت على 6 كوبايات سكر بودره. وابتدي بقى اقلب. سمنه، احنا عاملين 3 كيلو بسكوت، على كل كيلو 250 جرام سمنه. فانا هحط مثلا نص الكميه دي وهكمل زيت. اول مره عملت البسكوت كله بزبده، دلوقتي هعمله بسمنه وزيت. احط نص الكميه دي ماشي، واحط بالباقي زيت. يبقى انا حطيت نص كيلو سمنه واحط 250 جرام زيت، او اعملي العكس، كله هيبقى تحفه جدا ويبقى جميل. بس اعملي المقادير دي تمام عشان ما يفرش منك البسكوت. كتر السمنه او الماده الدهنيه بيخليه يفرش. انا احط كده
250 جرام زيت، ولو عوزت هحط تاني. بعرف ازاي؟ بعرف ان السمنه لازم ادي كده حطيت 500 جرام ودول 250 جرام سمنه بايدي، وانا ببقى عارفه يعني. نبتدي بقى نضرب السمنه. اضرب السكر مع الزيت مع السمنه في بقى ان هما امتزجوا مع بعض، يبقى زي الكيكه. بصوا قوامها يبقى زي الكيكه، يبقى كده ايه تمام. نبتدي بقى نحط الدقيق. المره دي بقى احط اللبن من غير ما احطه احطه جاف، عشان اضمن ان هي تماسك عجينه البسكوت. مش هحط ميه، لو احتجت احط ميه. احط 3 بواكي لبن. ادي الباكوت تاني احط، هشوف كده القوام زي الفل ولا لا. ده يا جماعه حلو قوي اللبن، بيدي لون جميل جدا للبسكوت. شادر على كل كيلو معلقه مش ممسوحه، معلقه كامله. ليه؟ عشان يبقى جميل جدا معاكي. الممسوحه بيخليه برده مش قد كده. ادي كده معلقه 2 يعني وسط كده. بصوا 2 3 ادي 3 معالق نشادر. ميه. انا كنت حاطه اللبن في المفروض يحط عليه لبن، انا هحط عليها ميه عاديه. بصوا يا جماعه، طالما عملت فقاقيه كده يبقى هي تمام تمام تمام. وممكن تسيبيها على جنب، لو ضعف حجمها يبقى جميل جدا. بصوا شوفي في تفاعل، طالما في تفاعل توكلي على الله تحطيه على طول على عجينه البسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بعد ما حطيت كوبايه ميه ساقعه على النشادر، احط بقى كوبايه ميه دافيه على اخر كيس لبن. كنت حاطه 2، احط الكيس الثالث واقلبه، بس تكون ميه دافيه يا جماعه، ميه دافيه. واحط كمان معلقه نشادر واحده. صدقيني هتبقى خرافه، وهتقولي يعني ايه السر. هتحط ميه ساقعه كمان. انا حطيت ميه ساقعه على النشادر في ال3 معالق نشادر دول، عشان في زيت عشان يمسك الخليط بتاع البسكوت. ميه ساقعه تمسكه. احط برده معلقه مليانه واركنها على جنب. قبل ما احطهم هقول لك نعمل ايه الخطوه اللي قبلها. شوفوا تحس ان هي ايه، بصوا بتتضاعف حجمها. ما شاء الله. بصوا هي تفور لوحدها. انا حطيت ايه بقى؟ حطيت الاول الميه الساقعه عشان تمسك العجين مع 3 معالق. احط كمان معلقه مع كيس لبن وميه دافيه. لو عندك لبن دافي حطي، لكن انا ما عنديش. احط ايه؟ كوبايه الايه النشادر باللبن. كمان اخر حاجه احطها، خليكي معايا، ال3 اكياس بيكنج باودر. على كل كيلو دقيق كيس بيكنج باودر. تمام. ادي التاني، ما تحطوش في الاول، حطيه دلوقتي. اخر حاجه نحطها بقى العجينه ونظبط بقى ايه القوام بتاعها. ده التاني، يعني كل كيس بيكنج باودر. يلا بقى نقلب نقلب نقلب، وبقى نشوف ايه القوام بتاعها. بصوا القوام فلوفي كده وهش وجميل. اعملي الطريقه دي وهتدعي. اول حاجه نحط اول كيس. طبعا الكيس ده انا كنت نخلاه، فاكرين المشتريات اللي انا كنت عاملاها، جايبه شويه دقيق ونخلتهم وحطيتهم في الكيس. ده برده من ايه، من اسباب التخزين بتاعتها. ادي اول كيس. ده تاني كيس. احنا هنعمل 3 كيلو بسكوت.
تمام. هقلبهم وارجع احط اخر كيس. كتير منك ده كله. بسم الله. في نفس الاتجاه زي الكيكه كده يا جماعه. بصوا بقى في الوقت ده احلى حاجه انت تعمليها بايدك، مش هنعجن. لو عجنتي الماده الدهنيه هتفلت منك. بسم الله بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهاده على العجين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بصوا عمرها ما يفرط. لكن لو عجنتي بقى عجين هتلاقي الزيت او السمنه فصل منك على طول. فده يعني ايه؟ هيبقى حاجه فظيعه جدا. تيجي تحطي في المكنه مش هتبقى ايه، هيبقى تحس ان هو ناشف منك ويقطع. ليه بقى اللي تعرفي ان العجين بيقطع او وانت بتعملي في المكنه بيقطع منك البسكوت؟ ان هو لا اما ما تلمش كويس، لا اما ناقص ماده دهنيه. بصوا ده 2 كيلو، لسه هتحط كمان كيلو. هلمهم كده، افضل الم كده اهو وبعدين ارجع تاني. تالت كيس بسم الله كده، ما نحطوش كله لغايه ما يتلم معانا. كده قلنا ما نحطش كل دي. هنحط بقى ايه؟ شويه زيت. هنحط شويه زيت وشويه سمنه عشان هي عامل زي المبسوس بتاع الكحك. شويه زيت، هحط شويه سمنه ونلم برضو يا جماعه. بصوا هي بتتلمم، اياكي تعجنيها. شوفي حتى لو كميه وهو عايز زيت وعجنت هيفصل منك السمنه او الزيت. افضل كده الم واكبس كده، الم واكبس. تاني بقى تلمي وتجيبي من تحت وتكبسي هو بنظام الكبس. بصوا ولا اي سمنه نطره ولا اي حاجه. هنغطيه شويه ونبتدي بقى نحضر الايه؟ المكنه. لازم يتغطى يا جماعه عشان ما ينشفش تقعدي بقى تعالجي فيه. تمام. بس نحط بقى نقطه زيت كده في الصاج على طول. شوفوا اتعجن، حطي بقى في السجان وحمي الفرن على قد ما تقدري، لان هو لو اتحط هينشف منك ويقلحف منك البسكوت. تضربيه في الحيط يجيلك تاني. الصاج بتدين اول مره واحده بس، وبعد كده بتحطي عادي. تمام. تاني حاجه هتجيبي القطعه كده، قطعه كبيره كده حلوه، هتاخديها على ايدك كده. بصي العجينه زي الفل زي العسل، ولا فيها زيت ولا مزيته، مع ان انا حاطه فيها زيت. العجينه محطوط فيها زيت يا جماعه وسمنه، يمكن حاطه فيها الزيت اكتر من السمنه. ماشي. هاخدها على ايدي كده واحط فين؟ احط في المكنه من فوق. حد بقى معاكي يعمل لك بقى المكنه. حطي بقى الفورمه كده وظبطي الفورمه وتاخدي على ايدك على طول، تزقي وتحطي اي فورمه انت عايزاه. بصوا بسم الله ما شاء الله، من اول مره ما قطعش منك. ليه؟ لان العجينه اساسا مظبوطه. هتسوي كده ويبقى مع جنبك سكينه. اللي ما تعجبكيش ثانيه واحده، اللي ما تعجبكيش على طول تساويها، او تخلي بقى حد عندك يساوي، انت تحطي وهو يساوي. بس هي ما شاء الله مش محتاجه حاجه. كده على طراطيف صوابعك. اللي مش مظبوطه تحطي تاني. ليه؟ ما فيش عجينه. حطي عجينه تانية. يبقى هو عايز عجينه، ما فيش عجينه. اللي يعمل ايده على يلف العجينه ويحط ايده على طول. حط ايدك جامد كده. يلا بصوا جميل ما شاء الله. بس هي السكينه بس تشد كده وخلاص. يلا كل ما تزقي كل ما الايه؟ البسكوته تبقى تحفه جميله جدا. هنكمل الصاج ونرجع تاني. هنكمل بقى الصاج. بصوا يا جماعه لما العجينه تبقى جميله بتفرط على طول وبتديكي على طول القطعيه الحلوه. بصوا النقشه دي جميله، اعملوها حلوه جدا وبتبقى تظبط معاكي البسكوت خالص. يلا كده كملنا. كوني انت محميه الفرن بقى، ونطلع بقى ان شاء الله باذن الله التسويه وتشوفوها ان شاء الله ايه تكون احلى تسويه. الفرن الخبيث بتعمليه كده زي الشمعة بالظبط كده. ماشي. عشان ما يتحرقش منك. ومن فوق بيبقى من الجنب يبقى ايه؟ هادي جدا برضو. عشان تعالي كده على جنب.
الناحيه التانية برضو نهديها يبقى غامق. تحطي بقى تسيبيه شويه يسخن مع نفسه، ونحط بقى ايه السجق صاد كده، يبقى واطي خالص كده من الجنبين عشان يتشمع. وبعد كده لو عايزاه تحمريه تبقى تعلي بقى من الجنبين يحمر ويبقى زي الفل. بصي بقى ما شاء الله اللهم بارك، نفش وجميل. اعملي الخطوات، كل خطوه انا عملتها هتديكي بسكوت ناجح 100%. اول ما ينفش وبرده محتفظ بالشكل بتاعه يبقى بسكوت ناجح جدا. مع البسكوت بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا النقشه اللهم بارك جميله جدا، اللهم بارك. بص حتى التسويه تحفه جدا. هتلاقي بسكوته طالما انت مثبته النار بتاعك بتاع الفرن بيبقى تحفه احسن من الجاهز. لو عجبك الفيديو يا ريت تحطي لي لايك والاشتراك فضلا وليس امرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما اختم معاكم اجيب بسكوته كده اوريكم. بصوا سمكها وجميله ازاي وهشه. يلا حط اللايك.